طبعا ده واحنا بنكمل مع بعض اهوت، واحنا اتفقنا ان احنا هنجيب سمك النهارده ما شاء الله. طبعا المحموديه يعني الشيف معوض بدر. اخبار السمك ايه النهارده؟ السمك ما شاء الله عندنا جميع المأكولات، فيه بوري كويس، فيه جمبري، فيه شوربه سيفود، فيه شوربه جمبري، فيه مكرونات، كل حاجه تمام. انا على فكره هعمل عزومه قريب بجد والله، عزومه كبيره وانت اللي هتعمل. طيب تمام، هتعملها كلها تمام ماشي. النهارده بقى ايه، انا هاكل على ذوقك، انا اللي هاكل لوحدي سمك، ما حدش بياكل سمك الا انا تمام. فانت اللي هتختار وانت اللي هاكل من ايدك بقى النهارده. ممكن نعمل صوص ابيض، ممكن سنجاري، ممكن زيت وليمون، شوف اللي حضرتك. سمك اهوت وسمك حنين وكده. طبعا ده محل اسماك في المحموديه زي ما احنا اتفقنا ان احنا النهارده اليوم كامل كله بالحاجات اللي احنا هنعملها طول اليوم. فاحنا جينا دلوقتي محطه السمك. اختار لي بقى السمك يلا. اختار لي، هتجيب لي بوري ولا هتجيب لي ايه؟ خلاص هات لي بوري. ده الجمبري، ده البوري. اعمل حاجه 55. هتجيب من عندك؟ هات بقى من عندك احمد. تمام. هات اللي تجيب. احمد ترميه في الشوال على بوري يا باشا، بولت يا باشا. ده الجمبري اهو. واللي قدامك اخويا ده خالد، انت نسيت ولا ايه؟ انا نسيت. احنا داخلين بقى على العيد، فكان لازم أنا اروح اتفرج على كده حاجه للعيد اللي انا هلبسها في العيد ان شاء الله. وطبعا ده المحل اللي انا بشتري منه. المحل ده انا بحب اشتري منه كل حاجه، الملابس، الطرح، كل الحاجات اللوازم اللي انا بستخدمها، لان هو حد بيجيب حاجات نظيفه جميله ما شاء الله. حتى الطرح بحب اشتريها من عنده كل حاجه. فانا النهارده هنوي ان شاء الله اشتري، ان شاء الله اشتري لبس العيد من عنده، كمان الطرحه وكمان الطرحه. عنده تشكيل الطرح عيله صراحه ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. بيجيب حاجات جميله وانا بحب اشتري من عنده حاجته، يعني سعرها حلو متناسب معايا. هو حد مذوق كمان. فكده انا هتفرج النهارده كده على حاجه تكون عجباني عشان ان شاء الله اعيد بيها. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. يعني ده العروض اللي عنده موجوده، مش عارفه ايه اللي هيناسبني. خش على المحل التاني. حلو الطقم ده، بنطلون بقى عجبتني اوي البلوزه دي. عنده حاجات مناسبه للكبار وحاجات مناسبه للصغيرين ان شاء الله. يعني حلوه البلوزه دي، بس عجباني البلوزه اللي فوق دي اكتر. هم عايزين بنطلون بيخرين وطبعا ده المكان بقى اللي انا كنت بشتغل فيه الاول، وقلت اعدي اسلم على اصحابي اللي هم موجودين هنا. اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا اموله؟ خدي بقى كده. ازيك يا اموله عامله ايه؟ وحشتينا والله. مش حاجه زي انت. ازيك يا اموله عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت عامله ايه؟ لا انت بصي انت كمان يا اموله بقى، انت عامله ايه؟ وحشتوني والله. الحمد لله. كويسين؟ ايه يا سمسم؟ اخبارك ايه يا سمسم؟ الحمد لله زي الفل. تمام ان شاء الله. اعمل معاكي. لا خلينا والله العظيم احنا عرضي. طيب سعيد. امي دول بقى اكتر ناس كنت بحبهم وكنت بشتغل معاهم على طول. احنا هنا في مركز تخاطب زي ما انتم عارفين كده، اللي انا بشتغل اخصائيه تخاطب وكده. ودي بقى من ألذ اخصائيين التخاطب في المركز عندنا. هي ما بتحبش اسم دكتوره
انت بتحب اسم ميس سوم. مالك هي بتتكسف مع انها هي بتعمل تعديل سلوك للي بيتكسفوا. ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشاني والله. يوم حلو النهارده اللي انا شفتك، بقالي فتره ما شفتكيش والله. بجد أول وحشتيني بجد والله. وانت كمان يا امل وحشتيني والله انت جدا. كمان وحشتينا خالص. انتوا بتبصوا عليا على القناه ولا ما بتبصوش ولا لا ناسين؟ بشوف القناه على طول. والله العظيم على طول. وحشتوني جدا جدا جدا. سوما بقى بتقول لي انا صايمه وهطلع في الصيام مش عارفه ايه. مش حلوين. عايزه اقول لها ان انت قمر 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 في كل حالاتي. حد بحبه كده يعني، مش بحس ان هي زميله، بحس ان هي بنتي هي وامل والله العظيم ربنا اعلم. وده كان برضو من ضمن اليوم النهارده اللي انا عديت على اصحابي، كان لازم ان اعدي عليهم. انا عديت عليهم لسبب ان انا بشوي سمك والسمك لسه هيتاخر شويه، فقلت اقعد الباقي فين؟ قلت اقضيه مع اصحابي حبايبي. بصوا يا جماعه، هي دي مش هتبقى اخر حلقه معاهم، ده انا هاجي لان سوما دي اصلا اعلاميه هايله يعني. والله العظيم. ودي بقى يا جماعه انا الغرفه بتاعتنا هنا، الغرفه بتاعتنا اللي هي فيها الشغل بتاعنا بتاع الاولاد يعني. مش عارفه النور عامل ايه النهارده. حلو كده تمام. يلا بقى نكمل اليوم مع بعض. دلوقتي بقى اروح اخد السمك واروح البيت عشان عندي شغل كتير، عايزه اكمل لكم الفيديو طول اليوم يبقى يوم من حياه مرة. يلا سلام عليكم. واخيرا بعد يوم تعب جيت البيت صراحه يعني. جايه البيت بقى حوالي الساعه 2 اهوت، من الساعه 7 الصبح للساعه 2. الحمد لله. شقتي في الدور التالت. هيا مي ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني. وكارما عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله كويس والله. ايه وحشتوني خالص. هتروحوا تاني ولا هتعيدوا معانا هنا؟ والله مش عارفه، ممكن نقعد شويه ونطلع نعيد كده. الله المستعان. والله الحمد لله يا حبيبتي الحمد لله. والله هي الميه اللي جت. هم زكي لقيتها بدور على المفتاح حتى. ماشي يا حبيبتي. كارما عامله ايه؟ كويسه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك لسه ما كانتش على جو الشقه. مستغربه بقالها وقت. يلا الحمد لله. طبعا في فرق. الحمد لله الحمد لله. وصلت البيت عندي بعد يوم معاناة من الشغل، التعب من كل حاجة. انزل الشغل بدري، اروح السوق، حاجات كده. بس بجد والله كان يوم مرهق بالنسبة لي جدا جدا جدا، لدرجة انا مش قادرة اقف على رجلي. لسه كمان ما صليتش الظهر. اخش بقى اصلي الظهر واكمل اليوم. اصعب حاجه في الشغل اللي احنا ما بننزل السوق نتسوق صراحه. ده اصعب حاجه يعني، ان الواحد يبقى لو بيطلع من الشغل ويجي على طول البيت كده مش هيبقى فيه تعب ولا حاجه. لكن فعلا التعب بجد 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 هو ال اسمه ايه بيسموه ايه، الشغل صراحه. يعني اللي احنا ننزل السوق. ده كان يوم النهارده. معلش كان يوم النهارده طول اليوم من ساعه ما مشيت الساعه 7 الصبح. نسيت اوريكم حاجه وانا عندي المحل بقى. نسيت اوريكم الفستان اللي انا اشتريته. الفستان اللي انا اشتريته للعيد اهوت، اللي انا هروح ان شاء الله اصلي بيه العيد. الفستان ده جميل قوي عجبني. طبعا هتشوفوه انا ايه، اوريكم شويه منه كده. بس طبعا انتوا هتشوفوه ان شاء الله يوم العيد وانا لابساه. لسه بقى هجيب له طرحه، مش عارفه اجيب له طرحه لونها ايه، بس هو عاجبني كده طويل وجميل يعني. لسه ورايا بقى كتير. طبعا انا جبت السمك معايا، لسه بقى هعمل رز وحاجات كده للفطار. بس قبل كل حاجه بقى هطلع فوق عشان اعمل الحمام. يلا اسيبكم بقى اصلي الظهر وارجع لكم تاني.